أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. وصلنا إلى هنا. أخذنا في الدرس الماضي التواطؤ وأخذنا التشاكك، صحيح؟ نعم. نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر للحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من جهلي حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفا. نحمده جل عامي بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حزن العلا محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه اللهم أما الحجا يأخذ من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شب بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجلال نسبته كالنحو الثاني فيعصم الأفكار عن غير الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصول قواعد تجمع من فنونه فوائد سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء منطقي. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا وأن يكون نافع مبتدي به إلى المطولات يتدي الخلف في جواز الاشتغال به على 3 والي. فابن الصلاح والنووي حرما وقال قام ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة صحيحة جوازه لكامل القريحة ممارسي السنة والكتاب ليتد إلى الصواب. إدراك مفرد تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسيم مقدم الأول عند الوضع بالطبع والنظر مع تجلي التأمل وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصيل ادعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة عرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة طبقا وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد كاب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو عن اسمين أعني المفردا كلينا جزئي حيث وجد فمفهم اشتراكنا الكلي كأسد
جزئي وأولا للذات إن فيه اندرج فانسبه أو لعارضين إذا خرج. وكليات 5 دون انتقاض. عرض نوع وخاص وأول 3 بلا شطط. جنس قريب أو بعيد أو وسط. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان. تواطؤ تشاكك تخالف عكسه ترده. واللفظ إما طلب أو خبر. وأول 3 ستذكر. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. نعم. نعم، أخذنا في الدرس الماضي التواطؤ والتشاكك. التواطؤ والتشاكك هو نسبة معنى اللفظ مع أفراده. النسبة بين ماذا؟ بين معنى اللفظ وأفراده. فإن كان معنى اللفظ متحدا في أفراده ومتوافقا ومتواطئا سمي متواطئ. أما إن كان معنى اللفظ يختلف في أفراده شدة وضعفا فهذا اسمه التشكك. فمن جمع أخذنا هذا البارحة. نعم. اليوم إن شاء الله سنأخذ التخالف والاشتراك وغيره. التخالف معناه التباين. نعم. التخالف معناه التباين. نعم. زيد اقرأ. وإذا نظر بين معنى اللفظ وبين معنى لفظ الآخر فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تخالف. نعم. أي تباين. نعم. كالإنسان والفرس ويسمى معناهما متباينين كلفظيهما. نعم. هذا الآن الثالث من النسب هو النسبة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. نسبة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. فإن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فالنسبة بينهما تباين. كالإنسان والفرس. الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاحي. هل الفرس يصدق على شيء مما صدق عليه الإنسان؟ لا. فكل واحد منهما لا يصدق على شيء مما يصدق عليه الآخر. فهم كلام لا يصدق على شيء مما يصدق عليه الآخر. فالنسبة بينهما تخالف أو تباين. أنهم اختلفا تباينا اختلافا تاما. واضح يا جماعة؟ ويسمى معناهما متباينين كلفظيهما. اللفظ متباين والمعنى متباين. واضح يا جماعة الخير؟ اللفظ بين إنسان وفرس متباين، كذلك المعنى بين معنى الإنسان ومعنى الفرس متباين. فهم متباينين في اللفظ ومتباينين في المعنى. فمن يا جماعة الخير وقس على ذلك. نعم. زيد. واللفظ المفرد إن تعدل معناه كعين الباصرة والجارية وكمكتب الوجه منها بطرف الثوب وللقدح الذي يكال به. فالنسبة بينه وبين ما له من لا، اصبر في الراحة. واللفظ المفرد إن تعدد معناه. الآن النسبة بين اللفظ ومعناه. النسبة بين اللفظ
ومعنى. إن كان اللفظ واحد والمعنى متعدد فهذا اسمه ماذا؟ المشترك، اشتراك. العين اللفظ واحد لكن لها معاني كثيرة، يصدق على ماذا؟ الباصرة، العين الباصرة، ويصدق على العين الجارية، ويصدق على الجاسوس، ويصدق على الذهب والفضة. انظركم لفظ واحد والمعنى متعدد، هذه النسبة بين اللفظ والمعنى، نسبة بين اللفظ والمعنى. إن كان اللفظ واحد وله معاني متعددة فالنسبة بين اللفظ والمعنى اسمها الاشتراك، اسمها الاشتراك. قال لك الشيخ كعين للباصرة والجارية، وكمحفظ، هذا مثال ثاني، كمحفظ بوزن منبر لطرف الثوب وللقدح الذي يكال به. كذلك المحفظ هذا، المحفظ هذا يطلق على طرف الثوب ويطلق على القدح الذي يكال به، يطلق على معنيين. محفظ يطلق على طرف الثوب ويطلق على القدح الذي يكال به. فهم جماعة؟ هذا هو. هذا المحفظ هو شيء يعلف فيه الدواب، شيء يعلف فيه الدواب كما قال الشيخ تحت، قال المحفظ كمجلس ومنبر شيء يعلف فيه الدواب، وكمنبر طرف الثوب، وقدح يكال به، وكمجلس الأصل والأصل السنام، وكمقعد قرية بالساحل. ثم جمع محفظ، هذا المحفظ بوزن منبر لطرف الثوب وللقدح الذي يكال به. هذا المحفظ يطلق على طرف الثوب وعلى القدح الذي يكال به، يعني القدح هو هكذا لكن كبير يكال به، يعني يوزن به، يسمى القدح الذي يكال به. فهذا المحفظ كذلك اللفظ واحد وله معاني متعددة، يطلق على طرف الثوب، طرف الثوب طرفه، ويطلق على القدح الذي يكال به. واضح يا جماعة؟ فالنسبة بينه وبين ما له من المعاني تسمى الاشتراك. فالنسبة بين اللفظ ومعناه المعاني تسمى الاشتراك، لفظ مشترك. نعم زيد يا مولانا، مفهوم هذا؟ مفهوم واضح لا يحتاج إلى شرح. نعم. النسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك. نعم في اللفظ الواحد، اشتراك المعاني في اللفظ الواحد. مفهوم؟ نعم. اقرأ معي تحت في الحاشية، قال قوله فإن لم يصدق إلى آخره. على هذا يكون كلام المصنف في التباين الكلي ولا يشمل العموم الوجهي والمطلق، ولو أريد شمول الكل لقيل بأن لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، أو تصادق على شيء وانفرد كل منهما أو أحدهما بشيء آخر، فالمراد بالصدق التحقق، فالمعنى فإن لم يتحقق أحدهما في شيء مما تحقق فيه الآخر. لأننا ماذا قلنا؟ قلنا العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق يدخل تحت ماذا؟ تحت التباين، تحت التباين الجزئي، تحت التباين الجزئي. صحيح؟ لأنهم يجتمعان في شيء ويفترقوا في شيء آخر، فهنا تباين جزئي، تباين جزئي. أما التباين الكلي لا يشتركان في شيء، هذا اسمه التباين الكلي. فهمنا؟ أما إذا قلنا تباين جزئي فيشتركان في شيء لكن يفترق كل منهما عن الآخر في شيء آخر. الآن الخصوص، العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق هذا تباين جزئي، تباين جزئي، لأنهم يجتمعوا في شيء
ثم يفترقان عن بعضهما في شيء. فالتباين هنا جزئي فقط ليس كلي. فهمنا؟ أما التباين بين الإنسان والفرس فتباين كلي، تباين كلي يعني لا يجتمعان في شيء. فهمت كلام الشيخ؟ هذا معنى كلام الشيخ هنا تحت. لذلك قال الشيخ على هذا يكون كلام المصنف في التباين الكلي ولا يشمل العموم الوجهي والمطلق، لأن العموم الوجهي والمطلق هذا تباين جزئي، تباين جزئي في العموم والخصوص المطلق والوجهي، لأنهم يشتركان في شيء ثم ينفردان. فالتباين بينهما جزء فقط، في جزء ليس في كل شيء، لا في جزء، لأنهم يجتمعوا في شيء. فهمنا الآن؟ هذا قال تحت إن تعدد معناه، إن تعدد معناه أي تعدد وضعه لمعان بأن وضع لهذا بوضع ولهذا بوضع آخر. نعم، هذا معنى تعدد معناه، معنى تعدد ماذا؟ تعدد وضعه لمعان، وضع لمعنى الجارية ووضع لمعنى الباصرة، هذا تعدد الوضع. هذا فهمنا؟ هذا معنى تعدد معنى، أي تعدد وضعه لمعاني بأن وضع لهذا بوضع، وضع العين وضعت للجارحة بوضع، والعين وضعت للباصرة بوضع، ووضعت للجاسوس بوضع، ووضعت للذهب والفضة بوضع، هكذا لها يعني أو يعني وضع لمعان كثيرة. نعم. قوله بوزن منبر إنما قيد بذلك لأنه له معان أخرى إذا ضبط بغير هذا اللفظ. وعبارة القاموس التي نقلها الشيخ الصبان المحفد كمجلس ومنبر شيء يعلف فيه الدواب. أما إذا فتحنا قلنا محفد، لم نقل محفد، قلنا محفد، هذا شيء يعلف فيه الدواب. وكمنبر طرف الثوب. أما إذا قلنا منبر محفد فهو طرف الثوب وهو قدح يكال به. فمن الكلام يا جماعة. وكمجلس الأصل أصل السنام ووشي الثوب وقرية باليمن، وكمقعد قرية بالسحول وغير ذلك على حسب الضبط. لكن نحن هنا نريد ماذا؟ محفد بكسر الميم، محفد بكسر الميم اللي هو طرف الثوب وهو شيء يكال به. فمن الكلام يزيد. وإن تعدد اللفظ واتحد المعنى كالإنسان والبشر. نعم نعم. الآن النسبة بين اللفظ ومعناه، نسبة كذلك بين اللفظ ومعناه. نعم. إن اتحد اللفظ والمعنى، إن اتحد اللفظ واتحد المعنى. نعم. إن تعدد اللفظ، عفوا، تعدد اللفظ واتحد المعنى. اللفظ متعدد لكن معناهما واحد. كالإنسان والبشر. كالإنسان والبشر. النسبة بين اللفظين الترادف. وكالبر والقمح، كالبر والقمح لفظ مختلف لكن معناهما واحد. زيدوا اعطونا أمثلة في الترادف. لفظ متعدد المعنى واحد. بر والقمح، إنسان وبشر، متحرك منتقل. زيد. ترادف. أسد والليث، أسد وليث، أسد وسبع، كلهما يطلق على الحيوان المفترس. مفهوم كلام إلى غير ذلك. فالآن إن تعدد اللفظ واتحد المعنى فهذا يسمى ماذا؟ المترادف. المترادف. نعم. معنا يا أحمد؟ فهمت يا أحمد؟ نعم. زيد. كما قال عكسه، أي وعكس الاشتراك. نعم. وهو عكس الاشتراك، لأن الاشتراك ما هو جمع الاشتراك؟
اتحد اللفظ وتعدد المعنى. الآن اعكس، الآن لذلك الشيخ قال وعكسه. ما عكس الاشتراك؟ ما عكسه؟ تعدد اللفظ واتحاد المعنى، هذا هو عكس الاشتراك. الاشتراك هو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى، ما عكسه تعدد اللفظ واتحاد المعنى، فهو الترادف. فهمنا الكلام هذا هو. وهو تعدد اللفظ مع اتحاد المعنى. نعم الترادف، نعم لترادف اللفظين على المعنى الواحد لأنهم مترادفين على معنى واحد. نعم. اقرأ معي تحت هنا في الحاشية. قال وهو تعدد إلى آخره. الضمير راجع للعكس اللي هو وهو، والعكس يعني تعدد، فهو تفسير للترادف الذي هو عكس الاشتراك. واضح؟ وإنما كان عكسا له لما عرفت أن الاشتراك تعدد المعنى مع اتحاد اللفظ، وهذا اتحاد اللفظ مع تعدد المعنى. واضح؟ نعم واضح جدا. فالمتعدد هناك متحد هنا، والمتعدد هنا متحد هناك كما قلنا، فقد تخالفا وتعاكسا. فالمتعدد هنا متحد هناك، فالمتعدد في التخالف متحد في الاشتراك، والمتحد في الاشتراك متعدد في الترادف. مفهوم؟ هذا معنى كلام الشيخ. فالمتعدد هناك متحد هنا، المتعدد في الاشتراك متحد في الترادف، والمتعدد هنا والمتعدد في الترادف متحد هناك متحد في الاشتراك، فقد تخالفا وتعاكسا، متخالفين ومتعاكسين، لذلك سمي تخالف والترادف. نعم. قال اللفظين أي مثلا، لأن الترادف قد يكون بين ألفاظ كثيرة بطبيعة الحال. ترادف قد يكون ألفاظ كثيرة، مثل أنا كنت أريد أن أتي بهذا. انظر ترادف: أسد، سبع، ليث، قصورة، ذرغام، حيدرة، كل هذا ترادف. لفظ واحد، الألفاظ انظر متعددة ومعناها الحيوان المفترس. ذلك الشيخ قال هنا لأن الترادف قد يكون بين ألفاظ كثيرة ليس بين اثنين فقط، كثير. لأن عندك الأسد، السبع، والليث، قصورة، الذرغام، وحيدرة، ست ألفاظ معناها واحد، معناها الحيوان المفترس. مفهوم؟ هذا معنى كلام الشيخ. اللفظين أي مثلا، لأن الترادف قد يكون بين ألفاظ كثيرة كأسد وسبع وليث وغضنفر وقصورة وحيدرة وذرغام. مفهوم كلام هذا؟ نعم. والحاصل أنه إن اتحد اللفظ والمعنى فإنه ينظر بين المعنى وأفراده. إن اتحد اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى اتحد، إنسان، حيوان ناطق، اتحد اللفظ والمعنى، فينظر بين المعنى والأفراد. فهنا ننظر بين المعنى والأفراد، معنى الحيوانية الناطقية ننظر بينها وبين الأفراد. إن كان له أفراد بالتواطؤ والتشاكل. واضح؟ إن كان وأفراد، إن كان له أفراد بالتواطؤ والتشاكل فإنه ينظر بين المعنى وأفراده. إن كان له أفراد ينظر بماذا؟ ينظر بالتواطؤ والتشابه. ينظر هل اللفظ متواطئ ولا متشابه؟ نعم. كما قلنا إن كان هذا المعنى ساري في جميع الأفراد ومتوافق بحيث لا يزيد ولا ينقص في أي فرد، هذا يسمى المتواطئ. أما إذا كان في الأفراد يزيد قوة وضعفا هذا يسمى التشابه. فهمنا؟ قال الشيخ وإن تعدد اللفظ والمعنى، تعدد اللفظ وتعدد المعنى، فإنه ينظر بين المعاني بالتباين كالإنسان والفرس، معناه حيوان ناطق، معناه حيوان صاحب، فبينهما تباين، وتتباين الألفاظ تبعا لها.
وإن تعدد أحدهما واتحد الآخر، إن تعدد أحدهما واتحد الآخر، مثلا تعدد اللفظ واتحد المعنى، أو اتحد المعنى وتعدد اللفظ. فإن كان المتعدد هو اللفظ فالنسبة بين تلك الألفاظ ترادف. إن كان اللفظ هو الذي تعدد والمعنى واحد فالنسبة بينهما ترادف. وإن كان المتعدد هو المعنى، إن كان المعنى هو المتعدد، اللفظ واحد وله معان كثيرة فهذا مشترك، فالنسبة بين اللفظ ومعانيه المتعددة اشتراك، فاعرف ذلك. فالكلام هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. فالآن كم عندنا من نسبة؟ 5: تواطؤ، تشاكك، هذه بين المعنى وأفراده، اثنين هذه بين المعنى وأفراده. زين ماذا عندنا؟ تخالف بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، تباين. زين اشتراك بين اللفظ ومعناه، والترادف بين اللفظ ولفظ آخر. 5 نسب. نعم. قلنا التساوي، أين يدخل التساوي؟ يدخل في التواطؤ. أين يدخل العموم والخصوص الوجه والخصوص المطلق؟ في التباين. هذا فنحن الآن أخذنا هذا. ممكن واحد يمسح لنا السبورة؟ هذا هو اللي ماذا أخذنا يا أحمد؟ الدرس، ما هو الدرس؟ قلنا ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، صحيح؟ واضح؟ الآن ماذا قلنا؟ نسبة بين الألفاظ والمعاني. أعطيني الكتاب ده. قلنا نسب ونسب بين الألفاظ والمعاني. إن قلنا الأول ما هو؟ بين معنى ماذا؟ بين معنى اللفظ وأفراده. بين معنى اللفظ وأفراده. كالإنسان، معنى الإنسان حيوان ناطق، ننظر النسبة بين معنى هذا اللفظ والأفراد، ما هي النسبة بينهم؟ فهمنا؟ أو مثلا البياض، ننظر إلى معنى البياض، معنى هذا اللفظ والأفراد. البياض في الكراس، البياض في البيض، البياض في الثوب، البياض في كذا وهكذا. فهمنا الكلام؟ هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية بين ماذا؟ بين اللفظ ومعنى. بين اللفظ ومعنى. النسبة الثالثة ما هي؟ بين اللفظ ولفظ آخر، صحيح؟ نسبة هذه بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر، صحيح؟ هذه هي النسبة اللي كنا نتكلم عليها. نسبة بين معنى اللفظ وأفراده.
نسبة بين اللفظ ومعناه، النسبة بين اللفظ ولفظ آخر، النسبة بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر. صحيح؟ الآن النسبة بين معنى اللفظ وأفراده مثل ماذا؟ مثل الإنسان. ما معنى الإنسان؟ حيوان ناطق. ننظر إلى هذا المعنى وننظر إلى الأفراد بينه وبين الأفراد. هل الحيوانية الناطقية مستوية في كل الأفراد ولا غير مستوية؟ مستوية في كل الأفراد، لا يوجد فرد زايد أو ناقص عن فرد آخر، كل حيوان ناطق حيوان ناطق حيوان ناطق حيوان ناطق بالتساوي، كلها بالتساوي. هذا اسمه ماذا؟ تواطؤ. التواطؤ. فهمنا؟ اسمه ماذا؟ التواطؤ. ما التواطؤ؟ إذا كان المعنى لا يختلف في الأفراد. صحيح؟ إذا كان المعنى لا يختلف في الأفراد يسمى تواطؤ. أما إذا كان المعنى يختلف في الأفراد قوة وضعفا يسمى التشاكل. إذا كان المعنى يختلف في الأفراد قوة وضعفا، مثلا كالبياض، هنا كالإنسان. أما إن كان المعنى معنى اللفظ يعني يختلف في أفراد قوة وضعف، فهذا اسمه التشاكل، مثل البياض الآن. هذا المعنى، معنى البياض هذا لو نظرنا بينه وبين الأفراد نجد فيه قوة وضعف، لأن البياض في الأسنان ليس كالبياض في الورق. يختلفوا ولا لا؟ يختلف. والبياض في الورق ليس كالبياض في الثوب. يختلفوا ولا لا؟ والبياض في الثوب ليس كالبياض في حبة البيض. يختلفوا ولا لا؟ وهكذا. الآن البياض لما نظرنا بينه وبين الأفراد وجدناه قوة وضعف، يختلفان قوة وضعف. فقوة البياض في الثوب أقوى من قوة البياض في الورق، وقوة الورق أقوى من مثلا في الثوب مثلا. فمن الكلام هذا يختلف وضع. فالآن لو لاحظنا إلى أن الأفراد كله أبيض 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 أبيض، ماذا اعتقدنا؟ اعتقدنا متواطئ. ولو رأينا إلى اختلاف الأفراد قوة وضعف لظنناه من مشترك، فوقع التشاكك فسمي التشاكك. فهمنا لماذا سمي التشاكك؟ لأنه وقع عندك شك، هل هو من المتواطئ ولا هو من المشترك؟ وقع عندك شك فسمي التشاكك. فهمنا؟ هذا هو كالبياض، هذا هو مفهوم، هذا بين معنى اللفظ وأفراده، انتهينا منهم. فهمنا؟ الآن الثالث هو بين اللفظ ومعناه. بين اللفظ ومعناه ماذا يسمى بين اللفظ والمعنى؟ اشتراك. أيوة الاشتراك، هذا اشتراك. ما هو الاشتراك؟ أن يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة. أن يكون اللفظ واحد والمعاني متعددة. نعم. وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى. صحيح؟ اتحاد اللفظ تعدد. الآن بين اللفظ ولفظ آخر، نسبة بين اللفظ ولفظ آخر، كيف؟ نسبة بين لفظ ولفظ آخر، ترادف. ترادف بين اللفظ ولفظ، ترادف.
مفهوم؟ هذا هو الترادف، هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، هذا هو بين لفظ ولفظ آخر. مفهوم يا جماعة؟ هو تعدد اللفظ واتحاد المعنى، تعدد اللفظ واتحاد المعنى. مثلا كالبر والقمح، كالأسد والليث مثلا، وهكذا. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا بين اللفظ. الآن بين معنى لفظ ومعنى لفظ آخر تباين أو تخالف أو التخالف. كالإنسان والفرس، كالإنسان والفرس، هذا اسمه التباين بين معنى الإنسان ومعنى الفرس، سمى تباين. صحيح ولا لا؟ هذه النسب الخمسة، النسب الخمسة. قلنا أين يدخل التساوي؟ ها؟ تساوي أين يدخل؟ ها؟ لا، يدخل في الترادف. التساوي ما قلنا ما هو التساوي؟ ها؟ التساوي ما هو؟ لا، اشتركا في المصدق واختلفا في المفهوم، هذا هو التساوي. اشتركا في المصدق لكن اختلفا في المفهوم، كالضاحك بالقوة والكاتب، كذلك بالقوة، كالضاحك والكاتب، كالضاحك والكاتب كلاهما يصدق على الإنسان لكن مفهومهما يختلف، المفهوم يختلف، فهذا يدخل أين؟ يدخل في الترادف هنا، هذا التساوي يدخل في الترادف. ما هو التساوي؟ قلنا هو ماذا؟ هو اتحاد المصادق واختلاف المفهوم. كالضاحك وكاتب مثلا، هذا كلاهما يصدق على الإنسان، يشتركان في المصادق، الضاحك يصدق على الإنسان، الكاتب على الإنسان، لكن مختلفين في المفهوم، مفهوم الضاحك غير مفهوم الكاتب، مختلفين في المفهوم، هذا يسمى التساوي، يدخل في الترادف، لأن كأن الضاحك والكاتب مترادفين، كأنهما مترادفين لأنهم يشتركون في المصادق. أما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي، والعموم والخصوص المطلق يدخل في التباين. لماذا؟ لأن العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق اسمه تباين جزئي، هذا كلاهما تباين جزئي ليس تباين كلي. بين الإنسان والفرس تباين كلي، لا يجتمعان في شيء، متباينين في كل شيء، لكن العموم والخصوص الوجهي لا، يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. كذلك العموم والخصوص المطلق يجتمعان في شيء لكن يختلفان في شيء آخر، فهذا تباين جزئي فقط، متباينين في جزء فقط، ليس في كل شيء، لا في جزء، لأنهم يجتمعوا في شيء. فهمنا الكلام؟ فالآن العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق يدخل في التباين. فهمنا الكلام هذا؟ هذا ما يعني أخذنا. نعم، نعرف العموم والخصوص الوجهي ولا معروف؟ أن يجتمعا في مادة وينفرد كل منهما عن الآخر في مادة. العموم والخصوص المطلق ما هو؟ أن يجتمعا في مادة وينفرد أحدهما فقط في مادة. واضح؟ هذا ما أخذنا، هذا هو نعم الدرس. فهمنا يا جماعة؟
هذا بالنسبة للدرس الذي أخذناه اليوم. هذا هو الدرس، هذا ملخص الدرس. هذا التشجير والدرس. تشجير، نعم. هذا التشجير يساعد جدا في يعني تصور الدرس وفهمه. نعم. زيد. واللفظ أي مستعمل، نعم. إما طلب إن أفاد الطلب. نعم، إن أفاد الطلب فهو طلب، إن أفاد الطلب، إن دل على الطلب. نعم. كضرب ولا تقم، هذا كلاهما يدل على الطلب. صحيح، اضرب فيه دلالة على الطلب ولا لا؟ فيه. قم فيه دلالة على الطلب ولا لا؟ فيه دلالة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى طلب. يسمى طلب. أو خبر إن احتمل الصدق والكذب كزيد قائم. هذا وخبر إن احتمل الصدق والكذب لذاته كزيد قائم. إن احتمل الصدق والكذب لذاته فهو خبر. الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب. لو نظرنا إلى ذاته لا إلى معنى، لا إلى شيء آخر، لا، بالنسبة لذات الخبر زيد قائم، هذا الخبر لو نظرنا إلى ذات الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، يحتمل أن يكون صادق ويحتمل أن يكون كذب، بغض النظر عن أمور أخرى، بغض النظر عن القائل من هو، بغض النظر عن القائل مثلا. فهمنا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى ذات القول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن لماذا نحكم بصدقه؟ لأمر خارجي وهو أن القائل هو النبي، لكن ذات الخبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب، حتى ولو قاله النبي ذات الخبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب لذاته. لكن متى نجزم بصدقه؟ إن نظرنا إلى شيء آخر وهو أن القائل هو النبي. فهمنا؟ قول إبليس كذلك، قول الشيطان إبليس يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لو نظرنا إلى ذات الخبر، لكن متى نجزم بكذبه؟ أمر خارج بالنظر إلى أن القائل إبليس فنجزم بكذبه. فهمنا الكلام هذا؟ هذا معنى أو خبر إن احتمل الصدق والكذب كزيد قائم. مفهوم؟ نعم. نعم. وأول مبتدأ والمسبوغ له والمسوغ له إرادة التفصيل، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة كما عرفنا. وأول مبتدأ فما هو المجوز على أن يكون المبتدأ نكرة؟ هو التفصيل، لأنه يريد أن يفصل. فمن المجوزات على أن يأتي المبتدأ نكرة هو إن أردت التفصيل بعده. وأول ثلاثة جنس قريب كما قال وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التسع. يفصل ولا لا؟ أراد أن يفصل. هذا هو المجوز، هذا هو المسوغ للابتداء بالنكرة. فمن المسوغ معنى المجوز، والمسوغ له يعني والمجوز له للابتداء بالنكرة هو إرادة التفصيل. نعم. فهمنا؟ نعم. ثلاثة خبر أول، وأول ثلاثة خبر. ستذكر في البيت عقبه. نعم، ستذكر في البيت عقبه. نعم. والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك كما يفيده. ماذا قال؟
والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك. نعم، والتقسيم لطلب الفعل دون طلب الترك كما يفيد. واضح؟ لماذا؟ قال لك لأن طلب الترك لا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. قال وأول ثلاثة خبره ستذكر في البيت عقبه. ستذكر في البيت اللي هي الأمر والاستعلاء والدعاء والالتماس. قال والتقسيم لطلب الفعل، تقسيم للفعل، التقسيم للفعل. واضح؟ أيوة. دون طلب الترك، دون طلب الترك كما يفيد. لماذا؟ لأن الترك لا يسمى أمرا. واضح؟ لأن الترك لا يسمى وإنما يسمى نهي. الترك يسمى نهي لا يسمى أمر. واضح كلام؟ نعم هذا. نعم. كما يفيده قوله أمر وهو ما دل على طلب الفعل بذاته. هذا هو الأمر، ما دل على طلب الفعل بذاته. ما دل على طلب الفعل بذاته هذا يسمى الأمر، كاضرب وقم وكل واشرب إلى غير ذلك. يطلب منك الفعل، يطلب منك الفعل. اضرب يطلب منك الضرب. فكل ما دل على طلب الفعل هذا يسمى أمر. كل ما دل على طلب الترك هذا يسمى ماذا؟ نهي. لو طلبت منك الترك لا تضرب هذا نهي ليس أمر. لذلك الشيخ لم يقسم طلب الترك كما قلنا. مفهوم؟ نعم. تضرب مع استعلاء أي مع إظهار الطالب العلو على المطلوب منه. هذا هو، لازم الأمر يكون معه استعلاء، يكون معه استعلاء. مفهوم؟ يكون معه استعلاء. لازم الطالب يظهر العلو على المطلوب منه، لازم يظهر العلو. فهمنا يا جماعة؟ لازم يظهر العلو، يعني يظهر أنه أعلى من المطلوب منه، أرقى منه، أعلى منه، وهكذا. لازم يظهر هذا الشيء. مفهوم؟ لذلك الشيخ قال أمر مع استعلاء، لازم يكون مع الاستعلاء، أي إظهار الطالب العلو على المطلوب وإن لم يكن عاليا، لكن يظهر العلو وإن لم يكن عالي، وإن لم يكن عالي في نفسه، لكن يطلب ماذا؟ يظهر العلو. مفهوم كلام؟ مثلا هكذا أنا قلت مثلا هكذا، جئت إلى واحد وقلت له اضرب زيدا، اضرب زيدا. هذا أمر صحيح، أمر لأنه دل على طلب الفعل، لكن لازم أنا مع الأمر لازم أظهر الاستعلاء، أظهر أني أعلى من المطلوب مني، أظهر هكذا اضرب زيدا أو كذا، لازم أظهر أني أعلى من المطلوب مني، حتى ولو لم تكن أعلى منه، حتى ولو لم تكن أعلى منه، لازم تظهر العلو هذا استعلاء. فهم كلام؟ ها؟ هذا. لذلك الشيخ قال أمر مع استعلاء، أمر مع إظهار الطالب العلو من المطلوب على المطلوب منه. نعم. وإن لم يكن عالي في نفسه. نعم. لا. وعكسه أي طلب الفعل لا مع استعلاء، أيوة، بل مع خضوع وإظهار الطالب الانخفاض هذا عن المطلوب منه، هذا يسمى الدعاء. أما طلب الفعل لا مع استعلاء، لا مع إظهار العلو،
لكن مع خضوع. من فضلك هكذا، من فضلك اضرب زيدا هكذا. هل هذا فيه إظهار علو؟ لا، بخلاف اضرب زيدا، هذا فيه إظهار علو ولا فيه إظهار علو؟ بالحركات أنت أظهرت أنك أعلى من المطلوب منه. اضرب زيدا هذا يسمى أمر، لأنه مع استعلاء، لأنك أظهرت الاستعلاء. لكن لو سمحت من فضلك اضرب زيدا لو سمحت. هل هذا فيه إظهار علو؟ لا، فيه إظهار ماذا؟ إظهار خضوع وتواضع. هذا يسمى دعاء. أنا أدعوك، أنا أدعو كما نقول هكذا: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عافني، اللهم اعف عني، اللهم هذا في حقيقته أمر صحيح، لكن لما كان مع عدم إظهار العلو على الله استعلاء، كان مع خضوع، كان مع إظهار انخفاض، سمي دعاء. لكن لو تأتي إلى واحد: عبد الله اضرب زيدا، يلا اضرب زيد، هنا ماذا أظهرت؟ أظهرت العلو. تظهر أنك أعلى من عبد الله، من المطلوب منه. فهذا يسمى أمر. فالأمر دائما يكون مع استعلاء، مع إظهار أنك أعلى من المطلوب منه، أعلى منه. أما الدعاء لا، طلب الفعل لكن مع خضوع ومع ماذا؟ عدم إظهار علو، عدم إظهار علو، كما مثلنا يا جماعة، فهمتوا؟ كما مثلنا هكذا. نعم، هذا يسمى دعاء. أي يسمى بذلك في الاصطلاح. في الاصطلاح نعم. والطلب في حال التساوي فالتماس بزيادة الفاء في الخبر، أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة للمطلوب. أنا الآن طلبت منه لكن لم أظهر استعلاء ولم أظهر الخضوع، لا، اعتبرت نفسي متساوي معه. قلت لي أعطني القلم، لا أظهرت استعلاء ولا أظهرت خضوع. لم أقل له اضرب زيدا يلا، ولم أقل له من فضلك لو سمحت الله يبارك فيك لا أخي اضرب زيدا. لا، تساوي. أعطني القلم، لا أظهرت استعلاء ولا أظهرت خضوع. هذا التساوي يسمى التماس. فأنا التمست منك القلم، كأن تقول مثلا لصديقك أعطني القلم، اعطني القلم. هذا التماس، ليس أمر وليس دعاء. لكن لو الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لي، ارحمني، عافني، هذه كلها أمر، كلها أمر. لكن دعاء لماذا؟ لأنه ليس فيه استعلاء وفيه خضوع وفيه تذلل. هذا يسمى. فهمنا الكلام؟ فهمنا؟ هذا هو. أما الأمر يكون فيه استعلاء، لازم تظهر أنك أعلى من المطلوب منه، لازم. فهم كلام؟ هذا هو. قال هنا تحت: إن أفاد الطلب أي نفسيا فلا تهافت في العبارة. وفي كلامه إشارة إلى تعريف الطلب اللفظي بأنه ما أفاد طلبا نفسيا. قوله إن احتمل الصدق إلى آخر، أي باعتبار ذاته وقطع النظر عن الأمور الخارجية، فشمل ما قطع بصدقه أو كذبه بالنظر لقائله مثلا، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه خبرا. ويؤخذ من هذا أيضا تعريف الخبر. واعلم أن احتمال الخبر للكذب إنما هو أمر عقلي فقط، وأصل وضع الخبر إنما هو للصدق. يعني أصل وضع الخبر وضعه للصدق، لكن اعتقاد الكذب في الخبر هذا أمر عقلي فقط، أمر يعتبره العقل فقط. قال: تنبيه: صدق الخبر مطابقة الخبر للواقع. هذا هو صدق الخبر، مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق. بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام مثل النسبة الواقع، هذا هو الصدق.
بأن يكون ما فهمته من الكلام هو ما وجدته في الواقع، هذا اسمه الصدق. أنت جاء واحد قال قام زيد، فأنت فهمت من هذه النسبة، فهمت أن زيد قام، أن زيد اتصف بالصفة اسمها القيام. لما جيت للواقع وجدت نعم زيد قائم، هذا اسمه صدق. وكذبه عدم المطابقة للواقع، بأن تكون النسبة المفهومة منه غير النسبة التي وقعت، غير النسبة التي في الواقع هو. أما إذا قال قام زيد فأنت فهمت منه لم يقم، فجيت وجدته قائم، أنت الذي فهمته مخالف للواقع، هذا هو الكذب. فهمنا؟ نعم. سواء كان ذلك في الإيجاب أو في السلب. نعم. قوله كما يفيده، أي لأن طلب الترك لا يسمى أمرا وإنما يسمى نهيا. فالمانع من حمل كلام المصنف على ظاهره تسمية القسم الأول من الثلاثة أمرا، وأما تسمية القسمين الباقيين بدعاء والتماس فلا دخل لها في ذلك، لأن كلا من طلب الفعل والترك يسمى بالدعاء والالتماس. فتأمل. نعم زيد. أي يسمى بذلك عند إظهار الطالب المساواة المطلوب منه. وقع أي ثبت. وهذا واضح يا جماعة؟ ثبت يعني وقع يعني ثبت. وهذا التقسيم الذي مشى عليه الناظم طريقة لبعضهم. نعم طريقة لبعضهم. تقسيم الشيخ هذا إلى أن الخبر ينقسم إلى أمر ودعاء والتماس، هذا طريقة لبعض العلماء. أما الراجح أن الكل نسميه أمر، كله يسمى أمر. نعم. والراجح تسمية الكل أمرا، هذا هو الراجح أن نسمي للثلاثة نسميها أمر، لا يوجد تفصيل أمر ودعاء والتماس، لا كله يسمى أمر، هذا هو الراجح. لكن الشيخ مشى على طريقة بعض العلماء على أنه يقسم الخبر إلى 3 أقسام. نعم. والغرض من التقسيم هنا بيان الخبر. نعم بيان الخبر. نعم. لأن المنطقية واضح لا يبحث إلا عن الأخبار. نعم المنطقي لا يبحث إلا عن الخبر. لماذا؟ لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فتقع فيه المنازعة، فيحتاج إلى إظهار الحجة وكذا وكذا، بخلاف غير الخبر، بخلاف الأمر أو النهي أو غيره لا يقع فيه، لا يحتمل صدق وكذب، فلذلك لا يقع فيه منازعة. هذا معنى لأن المنطقية لا يبحث إلا عن الخبر، أن الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فتقع فيه المنازعة، فيحتاج إلى ماذا؟ الحجة وكذا والنقاش وكذا. أما غيره فلا يقع فيه منازعة، لأنه لا يحتمل الصدق ولا كذب. مفهوم كذا؟ هذا معنى لأن المنطقية لا يبحث إلا عن الخبر. نعم. ولا بحث له عن الطلب بأقسامه. نعم لا بحث له عن الطلب بأقسامه، لأنه لا يقع فيه منازعة، لا يقع فيه منازعة لأنه لا يحتمل صدق ولا كذب. مفهوم؟ فلا يبحث فيه المنطقية. مفهوم؟ قال هنا تحت فائدة: اعلم أن التمني والترجي والنداء وصيغ العقود كبعت واشتريت مثلا، والاستفهام والعرض والتحضيض ليست من أقسام الطلب أصلا ولا الخبر، وتسمى في الاصطلاح تنبيها وإنشاء. تسمى إنشاء. هذه كلها تسمى إنشاء: تمني، ترجي، نداء، صيغ عقود، استفهام، عرض، تحضيض، كل هذا ليس من أقسام الطلب أصلا ولا الخبر. مفهوم؟ وتسمى في الاصطلاح تنبيه وإنشاء، لأن كل هذا تنشئ به. قوله والراجح إلى آخره. حاصل ما في المقام أن الطرق 4: الأولى أن طلب الفعل يسمى
طلب الفعل مطلقا يسمى أمرا، وطلب الترك مطلقا يسمى نهيا، وهذه هي الراجحة. هذه هي الطريقة التي رجحها الشيخ، أن الكل يسمى أمر، الكل يسمى أمر، وطلب الترك كله يسمى نهي، كله يسمى نهي. الثانية أن طلب الترك مطلقا يسمى نهيا، وطلب الفعل إن كان مع إظهار الطالب العلو سمي أمرا، وإن كان مع إظهاره الخضوع سمي دعاء، وإن كان مع إظهار التساوي سمي التماسا. وكلام المصنف أقرب إلى هذا الذي قاله المصنف. الطريقة الثانية. الثالثة كالثانية، إلا أن المدار على العلو بالفعل لا على إظهاره، وكذا الخضوع والتساوي. الطريقة الثالثة لابد أن يكون الطالب عالي بالفعل، عالي بالفعل، أن يكون أستاذ لتلميذه، أو الشيخ لتلميذه، أو الأب لابنه، لازم يكون عالي بالفعل، وليس هو الذي يظهر الاستعلاء، لا، عالي بالفعل. هذا معنى إلا أن المدار على العلو بالفعل لا على إظهاره. فهنا فرق بين العلو والاستعلاء. العلو أن تكون عالي بالفعل كالأب مع ابنه، والأستاذ مع تلميذه، والشيخ مع تلميذه، والله مع عباده، والنبي مع أمته، هذا علو بالفعل. أما الاستعلاء أنت الذي تفعله وإن لم تكن أعلى من المطلوب، وإن كان المطلوب منه أعلى منك، لكن أنت تظهر العلو فقط. هذا. الرابعة أن الطلب مطلقا إن كان مع الخضوع سمي دعاء، وإن كان مع التساوي سمي التماس، وإن كان مع العلو فطلب الفعل يسمى أمرا، وطلب الترك. والثلاثة كلها ضعيفة كما عرفت، كل الثلاثة ضعيفة. ما هو الراجح؟ أن الكل يسمى أمرا، الكل يسمى أمر، هذه هي الراجحة. أما ما مشى عليه الشيخ ضعيف، لا يوجد تقسيم أمر ودعاء والتماس، هذا ضعيف. الصحيح أن الكل يسمى أمرا، والكل يسمى نهيا. طلب الترك كله يسمى نهي، طلب الفعل كله يسمى أمر، وطلب الترك كله يسمى نهي. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو قوله هنا والغرض إلى آخره. تبع معي من الحاشية. والغرض أن هذا التقسيم ليس من مباحث علم المنطق المقصودة بالذات، لما عرفت أنها أربعة ليس هذا منها، ولا من مقدمات مباحثه أصلا. هذا التقسيم تاع الخبر ليس من مباحث المنطق أصلا، ليس من مباحث. إنما الذي هو من المباحث الخبر، الخبر هو الذي من المباحث. مفهوم؟ والباقي مذكور معه بالتبع للمناسبة وتتميم الفائدة فقط. هذا الشيخ لما قسم ماذا؟ الشيخ لما قسم اللفظ إلى أمر ودعاء والسلام، هذا ليس من مبحث المنطقي أصلا. الأمر والدعاء والالتماس ليس من مباحث المنطق. المنطقي يبحث عن الخبر فقط، لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فتقع فيه المنازعة، واحد يقول صادق واحد يقول كاذب، فهذا الذي يحتاج إلى حجة وأخذ ورد. أما الأمر والدعاء والالتماس هذا لا يقع فيه احتمال أمرين، لذلك لا يقع فيه منازعة، فلا يبحث فيه المنطق. انظر تحت ماذا قال. قوله إلا عن الخبر. لماذا؟ قال أي لأنه هو الذي يحتمل الصدق والكذب، فيقع فيه التنازع، واحد يقول صادق واحد يقول كاذب مثلا، فتقام الحجة على صحته. فعند هنا نحتاج إلى قيام الصحة، هذا يقيم الحجة على صحته وهذا يقيم الحجة على كذبه مثلا، وهكذا. فهم كلام. قال وقوله ولا بحث له عن الطلب، أي لأنه لا يقع فيه منازعة لعدم احتماله أمرين، لا يحتمل الصدق والكذب الطلب، فلا يحتاج إلى حجة، لذلك المنطقي لا يبحث في ماذا؟
في الطلب، لأنه ليس فيه احتمال أمرين، فلا تقع فيه منازعة، فلا يحتاج إلى إظهار حجة ولا إلى شيء من هذا. مفهوم؟ نعم. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.